حاضر. صباح الخير او مساء الخير على حسب التوقيت اللي تتفرجوا بيه على الفيديو. ازيكم عاملين ايه؟ زي ما قلت لكم في الفيديو اللي قبل كده ان انا جايه جامعه تاني، والنهارده جيت في يوم مميز جدا، يوم الجمعه في الجامعه. طبعا انا لسه واصله تمام جامعه. لكم حاجات معينه كده قبل ما ادخل. عايزه اقول لكم ان بجد بجد ان الجامعه بتبقى فاضيه جدا يوم الجمعه، مفيش بس غير كليتي اللي بتنزل واحيانا كليات تانية. زي ما قلت لكم ان شاء الله هحاول اوريكم جوله كبيره جدا في الجامعه بكل حاجه، كافيتيريا، مدرج، بوابات، كل حاجه هوريها لكم زي ما طلبتوا مني في الفيديو اللي فات. طبعا الفيديو الاخر وشوفوا معايا اللي هيحصل النهارده. تمام، طبعا احنا دلوقتي اول ما بندخل بنلاقي كليه الصيدله، اول كليه خالص في الجامعه. هي بتبقى جنب الشهر على طول. فزي ما احنا شايفين كده احنا طريقنا لكذا كليه، وطبعا طريقنا كده للكافيتيريا زي ما انت بتمشي على طول. عايزه اقول لكم ان بجد بجد الكليه كده رايقه، ما بقولكوش الناس دي كلها اللي قدامكم، بس بجد كده رايقه جدا. فبجد يا هنا اللي هينزل الجامعه يوم الجمعه، وكمان الجو حلو. ان شاء الله هوريكم بقى، هوريكم دلوقتي كل حاجه في الجامعه. تمام، زي ما احنا نمشي كده. انا مش قادره امشي على طول، فانا هحاول. تمام، هوريكم بقى دلوقتي اول كافيتيريا وهي افريكانو. زي ما احنا ماشيين كده، يعني طبعا زي ما احنا شايفين الشعار اهو، شعار. فبنمشي زي ما احنا كده على طول، او ممكن تمشوها زي ما انتم من هنا كده على طول. فهوريكم دلوقتي كل حاجه. دلوقتي هوريكم اكبر مكتبه في الجامعه كلها، هي دي اشهر مكتبه في الجامعه. زي ما احنا شايفين طبعا ده شكلها، هي كبيره جدا جدا، بس انا مش هقدر اروح هناك، فهحضر محاضراتي وهوريكم كل حاجه بعد المحاضره. زي ما انتم شايفين كده كل المبنى ده المكتبه، وفي ورا كمان. فعايزه اقول لكم هي كبيره قوي، فيها كل حاجه، تصوير ورق، كل حاجه، دفع مصاريف، اي حاجه انتوا عايزينها. تمام، طبعا دي كليه الاداب وانا الكتالوجات بتاعتها. تاني كليه عندنا هنا. زي ما شايفين بقى هنا خدمه اجتماعيه كليتي. تمام، قدام المكتب. الحاجات دي بتبقى بارتيشنات بقى، حفلات لما بيجوا هنا اشهر او اي حاجه لاي شركه معينه بيجوا عندنا هنا. فزي ما انتم شايفين كده، عند هناك ده خالص دي البوابه بتاعه المكتب، عند الباص اللي هناك ده الخدمه الاجتماعيه رجاله خالص. كافيتيريا اسمها افريكانو زي ما انتم شايفينها كده، دي حلوه قوي يا جماعه، بتعمل اكل سوري تحفه. زي ما انتم شايفين كده عميد الكليه الباشا بتاعنا، ودي الكليه بتاعتنا بتتكون من 4 ادوار. بس في حاجه عايزه اقولها لكم بقى، هنا بقى ده سيكشن انا وصلت تقريبا قبل صحابي، فحبيت اوريكم الفيو كمان. وهنا بقى خلاص كنت بدات المحاضرات بتاعتي، ودي الدكتوره بتاعتي بجد جميله جدا. دلوقتي يا جماعه احنا رايحين نصلي. ايوه، وانا لسه مكتوبه دي في الاسانسير. بقى معايا اوريكم مسجد الكليه بتاعتنا. طبعا اكيد ما فيش غير الجامع ده، لا طبعا في كتير قوي في الجامعه، وفي كل كليه بيبقى ليها مسجد اعتقد. انا بس حبيت اوريكم المسجد بتاع الكليه بتاعتنا، ده المكان المخصص للولاد. زي ما انتم شايفين كده، مش هينفع ادخل طبعا، ما اعرفش حد جوه ولا لا، بس هو على طول الباب بيبقى مفتوح بتاع الولاد. حابه اوريكم بقى ان في كمان مسجد مخصص للبنات. شايفين الحيطه دي كلها، دي مش حيطه، دي كمان مكان خاص للبنات، مقفول جدا وامن جدا 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 جدا. انا برضو ما حبيتش اقتحم خصوصا الناس اللي جوه، وخبطت اكيد، بس انا حبيت اوريكم بعد ما اصلي المكان، عشان انا نسيت اوريكم لما انا صليت. هو بجد حلو جدا زي ما شايفين كده، مقفول عليكي جدا جدا جدا. اتمنى تصلوا هنا. طيب يا حبايب قلبي، دي بقى الكلية من جوه زي ما احنا شايفين كده. طبعا هي كبيرة جدا جدا جدا، فيها كذا مدخل وكذا مخرج، فيها كذا مكاتب طبعا للمدير والوكيل الكلية وكيل الشؤون وكل الكلام اللي احنا شايفينه ده. تمام، دي كده زي تبقى كده بتبقى طلع على الوكيل،
قاعة مجلة الكلية زي ما احنا شايفين كده قاعة. طبعا الكلية بتاعتنا قدام الشارع بالظبط، يعني قدام البوابة زي ما انتم شايفين كده. ده الشارع هي قريبة جدا جدا، او الكلية يعتبر بعد كلية دول. يلا بينا بقى عشان هنوريكم دلوقتي برضو ازاي ننزل من المكان اللي احنا فيه ده. اولا هو بيبقى فيه كذا مخرج زي ما انا ماشيه كده، بيبقى فيه اسانسير زي ما انا وريتكم، وبرده بيبقى فيه سلم، بس انا بحب انزل سلم واطلع اسانسير عادي. يلا بينا عشان هوريكم اماكن حلوه قوي 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 وعمركم ما شفتوها في جامعه حلوان. يا جماعه المحاضره بتبتدي الساعه كام؟ طيب ده بقى الدور الارضي، ده المكاتب بتاعت الشؤون اللي انا وريتها لكم. يعني ده كده اول ما بتدخل بيبقى ده مكتب الشؤون. في طبعا باب خلفي الناحيه التانية بتخلص فيه كل مصالحك وكل حاجه تخص الكارنيه المترو او اي حاجه. كتير منكم طلب مني اوريكم المدرجات وازاي عامله شكلها ايه في جامعه حلوان، عشان بيسمعوا ان هي كبيره. زي ما انتوا شايفين كده هما بيبقوا بتاع 4-5 مدرجات فوق بعض زي ما احنا شايفين، دور اول وتاني وتالت، وكل دور فيه بابين زي ما احنا ماشيين كده. احنا داخلين دلوقتي على من اول مدرجات 10. طبعا دي جوه جدا جدا في الجامعه، ناحيه حقوق، ناحيه اداب، ناحيه تجاره، الكلام ده كله. طبعا احنا كنا في وقت الصلاه بتاعه الجمعه، صلينا الحمد لله. لكن الناس دي كانت مستنيه بس السكاشن تفتح، لان اعتقد بيبقوا قافلين او بيبقوا في بريك، يعني بمعنى اصح في وقت الصلاه بتاعه الظهر الجمعه يعني والخطبه. فهم دلوقتي زي ما احنا شايفين كده واقفين مستنيين ميعاد المحاضره بتاعتهم. زي ما اليافطه دي كده بتورينا ان احنا نروح ازاي المسجد اللي في الجامعه. مسجد برضو موجود وجميل جدا جدا وكبير جدا وامان جدا للبنات. دلوقتي بقى احنا في طريقنا لويتش. زي ما انتم شايفين كده دي اكبر كافيتيريا في حلوان واشهر كافيتيريا في حلوان، فيها كل المأكولات والمشروبات اللي بتخطر على بالك. كمان عندهم حاجات حلوه كتير قوي، بيكون في ميني ماركت جنبها. تمام زي ما احنا ماشيين كده، هي كبيره جدا ما شاء الله ومعروفه بالنجريسكو زي ما انتم شايف كده حاطين صورتها. هي حرفيا احلى اكله ممكن تاكلوها. ممكن تدخلوا بقى بعدها الحمام سنه ولا حاجه. لا بقدر بجد هي حلوه جدا، بس اللي متعود على الاكل بره مش هيتعب، لكن اللي بيتعود على الاكل اللي مش بره هيتعب صراحه في اول مره. بس طبعا جايبين كده شاورما بقى، حطينا اجراء وبتاع عشان نجيب منه. طبعا ده الكاشير بقى زي ما انتم شايفين كده زحمه جدا جدا على طول ما شاء الله. هنا بقى كنت بتغفل وانا بجيب وبتفق مع صاحبتي هنعمل ايه وندفع كام والكلام ده كله. وهنا اكتشفت ان انا بتغفل. بقى هنا اللحظه الحاسمه استلمنا الاوردر. عايز اقول لكم ان كل الناس هنا بجد سكر جدا ومحترمين قوي قوي ونضاف جدا 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 وشاطرين. دي بقى اقرب لحظه لقلبي، الشطه ان انا بحطها بجد بتبقى تحفه قوي يا جماعه، بس بتوجع البطن برضو خلي بالكم. زي ما احنا شايفين بقى دلوقتي الشاورما السوري والبطاطس السوري اي حاجه سوري. انا رحت مع صاحبتي عشان اوريكم برضو شكل السوري علينا عامل ازاي. طبعا في ماشيين زي ما ماشيين كل حاجه ماشيين بجد حلوه. عايزه تلبي كتير لو عشان انا رايحه مدرج برضه. مش بيحب ينفع بيبدأ من 7 جنيه لحد 20 جنيه. عامله ايه؟ دي يا جماعه حاجه صاحبتي بحبها قوي قوي قوي، ودي صاحبه حاجه برضه بحبها، ودي كمان بحبها. احنا بجد عاقلين جدا جدا. صاحبتي بتحلف طوبه على صاحبتي اللي قدامها وبتنكشها وحاجه اخر حضانه يعني، بس والله بنبقى فرحانين قوي احنا بنهزر مع بعض. الحمد لله لو في حاجه جت عليا مفيش حاجه، احنا عملنا حاجه يا جماعه. انا مبسوطه جدا النهارده، عديت يوم حلو قوي. شايفين كده الهوا يعني الشتاء جاي، وعايزه اقول لكم زي ما حلوان في الحر نار، في الشتاء بجد بتبقى روقان جدا. سامعين صوت الهوا؟ مبسوطه قوي ان انا عملت فيديو زي ده معاكم زي ما انتم طلبتوا مني، وان شاء الله في فيديوهات كتير قوي حلوه. ان شاء الله هصور لكم حاجات كتير قوي 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 في الجامعه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، طريقتي كويسه معاكم. لو في اي حاجه انتوا شايفينها محتاجه تتغير قولوا لي في الكومنتات. عرفت لكم على المدرجات، الكافيتريات، وديتكم سيكشن، عملت لكم حاجات كتير قوي. طبعا انا خلصت النهارده خلاص اليوم ومروحه. شايفين كده الشعار بتاع الجامعه وانا ماشيه خلاص، صحابي ورا قوي. شكرا جدا لكل اللي كمل الفيديو للاخر. اشوفكم في فيديو جديد. بشكر جدا للي كمل الفيديو للاخر. يا رب يكون اليوم البسيط ده عجبكم. ده اقل حاجه بقضيها في جامعه حلوان. ان شاء الله كمان هننزلوا حاجات كتير قوي 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 في الشتاء، حاجات كتير قوي في الشتاء. اوريكم بقى الجامعه في الشتاء عامله ازاي. حقيقي هتشوفوا حاجات تحفه قوي. وقبل ما انهي الفيديو يا ريت اللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك بسرعه. عايزه اوصل لحتى 500 مشترك. وشكرا قوي قوي للي بيدعمني بيعمل لي لايك وكومنت، واكتبوا في الكومنت ده عايزين فيديو ايه اعمله لكم في الجامعه المره اللي جايه.